عليكم ورحمة الله وبركاته في حلقة جديدة من حلقات أحوال بلدنا. طبعا أنا النهاردة، لا مش النهاردة، امبارح شرفت بحضور حفل تكريم لأوائل الطلبة وحافظ القرآن الكريم. وبصراحة ربنا مجهود مشكور جدا من الحاج منتصر عمار، الراجل اللي بساعة ربنا اللي عهدت عليه كل تقديم كل خير وسعيه الدؤوب في الأعمال الخيرية، وخاصة عن طريق الجامعات اللي تحفظ القرآن الكريم، وعمل تكريم لناس كتير جدا ما شاء الله، من حملة ماجستير ودكتوراه، خريجين الجامعات، أوائل الثانوية العامة والإعدادية والأزهرية، حتى الناس اللي خرجت على المعاش ما نسيهمش. طبعا لمسة جميلة جدا من الحاج منتصر عمار، راجل محترم. أنا مش عارف ده يعني إزاي ما دخلش عضو مجلس الشعب، ولكن اكيد ربنا عين الاحسن، وان شاء الله بامر الله لو دخل الدوره الجايه ان شاء الله هيفوز. طيب انا دلوقتي جاي الفت نظر ان معظم، او مش عايز اقول كل المتفوقين حافظي القران الكريم. القران الكريم بينمي اللغه، بينمي الفهم، انما المشكله كلها وبينمي وبيقوي عندنا اللغه العربيه اللي احنا بقينا ما بنستخدمهاش، بقينا بنبر منها. بنبر منها. يعني مثلا لما تلاقي الناس كلها بتحاول تدخل كلمات انجليزي في كلامها، مثلا واحده بدل ما تشتري فستان تشتري لك انا هشتري دريس، هشتري شميز، مش عارف تقول لك انا الريستورانت المنيو مش عارف ايه. ولما تيجي تستعمل كلمات باللغه العربيه العاديه يقول اصل انت كده بقيتي فلاحه، انت كده بقيتي لوكال. لوكال ايه؟ ده حتى زي ما الناس بيقولوا كده من فتقة دي متاع، وبعدين دي لغتنا، دي تراثنا. هما الاجانب بره بيستخدموا اللغه العربيه. دول احنا داخلين مطعم، بتيجي مثلا يقول لك انا رايح اشتري فستان او رايح اشتري قميص. ليه هم محتفظين بلغتهم ومقدرينها وبصراحه ربنا يعني، واحنا بقى اللي بايعين لغه القران الكريم. ولازم عشان خاطر انت شخص بقى يعني اقول ايه كيوت مثلا، واد كده امور وحبوب كده، تدخل كلمات انجليزي. طبعا انا معلش انا اصلا متخصص في الانجليزي، يعني مدرس انجليزي موجه انجليزي، فعشان كده ممكن بسبب شغلي ممكن بعض الكلمات تطلع معايا. انا ده تخصصي، زي الدكتور ما يتكلم في الطب مثلا. انما الناس العاديه اللي كاتب لي مطعم بتاعه باسم مثلا، كاتب لك فيينا وكاتب لك ما مش عارف يعني ايطاليانو وحوارات من دي كلها، طب ماشي يعني. وغير كده يقول لك الشركه المصريه لاباده الحشرات، ولا قصدي الشركه الالمانيه والشركه الفرنسويه، ولا هو انتوا اتبريتوا من بلدكم؟ اتبريتوا من لغتكم؟ ما عادتش اللغه ولا البلد تهمكم؟ اولا ده نوع من انواع الاحتلال. في احتلال زي ما في احتلال عسكري، في احتلال فكري. احتلال فكري، هم بقوا بيسيطرون على فكرنا، بنستخدم لغتهم، بنستخدم كلماتهم، بقينا يعني زي ما احتلونا اقتصاديا عن طريق الدولار وهيمنتهم على الدولار، اللي ان شاء الله ربنا يزيحها من علينا خالص ونتخلص من تحكم الدولار فينا. بقوا بيتحكموا فينا من ناحيه اللغه، بس ده بمزاجنا احنا. تيجي مثلا تقول لك انا بنتي في كلاس 2 او في جريد 1، او انا رايحه البنت رايحه بالبنت اللايبراري، مش عارف انا. وبص تلاقي بقى بصراحه ربنا فزلكه غريبه. ودي مش فزلكه، دي بياعه هويه. انت بتبيع هويتك، بتبيع لغتك، بتبيع بلدك. ده ما ينفعش. حافظ على هويتك، حافظ على لغه القران اللي انت هتيجي في يوم هتتمنى القران يشفع لك، اللي هي اللغه العربيه. يعني ازاي انت تتخلى عن لغه القران بلغه تانية ايا كانت بقى؟ مش عارف ازاي. لازم نحافظ على لغتنا، نحافظ على هويتنا. لازم فعلا زي ما انا شفت في العراقيه والتكريمات في حفظ القران الكريم، ليه ما تكونش على مستوى كل مركز وكل قريه؟ ليه ما يكونش المجهود ده موجود؟ انا شفت في الشهداء في العراقيه موجود ما شاء الله جبار حلو، تفرح. ليه مش موجود في بقيه المراكز؟ ليه مش بقى ليه مش معمم؟ ليه فعلا ما احناش داعمين لحفظة القرآن الكريم اللي هم فعلا هم المستقبل، اللي هم اللي هيحملوا المنار في الأيام اللي جاية. يا ريت نشر الفيديو، نعمل متابعة، خليك معانا للآخر في أحوال بلدنا.